الله الرحمن الرحيم. أنقل لكم أعزائي الكرام المؤتمر الأوروبي السنوي 2024 للجهاز الهضمي والمناظير في فيينا، حيث نلتقي بكل من الدكتور أسامة عبد الرحيم استشاري الجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير بمستشفى الإنتاج الحربي، والدكتور السيد مجاهد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهرم التخصصي، والدكتور أحمد شوقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهلال الأحمر. وسوف ينقلون لنا وجهة نظرهم ولماذا هم هنا في فيينا وفي هذا المؤتمر، وبعض المعلومات الخاصة بالجهاز الهضمي والمناظير. اهلا بكم دكاتره مشرفين فيينا ومشرفينا في المؤتمر الطبي. اتمنى ان حضراتكم تكلمونا باستفاضه عن المؤتمر وعن اهم الحاجات النقط اللي دارت في المؤتمر. هنبدا بسؤالنا للدكتور السيد مجاهد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هنقول مثلا ايه اهم الامراض شيوعا في الجهاز الهضمي والكبد التي تواجهها في عيادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد بتواجدي مع حضرتك ومع الزملاء في فيينا في المؤتمر السنوي للجهاز الهضمي والمناظير. بالنسبة للأمراض الشائعة عندنا في مصر، طبعا قصة الكبد الدهني من أشهر الحاجات المنتشرة جدا، وارتجاع المريء من أكثر الأمراض شيوعا، وتقرحات المعدة ومرض التهاب القولون التقرحي والقولون المناعي طبعا، وعلى رأسهم وأكثرهم شيوعا هو القولون العصبي. دي من أكثر الأمراض انتشارا للجهاز الهضمي، بالإضافة لأمراض الجهاز المراري. دي بنقابل الحالات دي يوميا في عياداتنا الخاصة وفي المستشفى، وبنتعامل معها بشكل يومي بشكل دائم. طيب بالنسبة للدكتور أحمد شوقي، يا ريت تضيف لنا بعض المعلومات ازاي المريض ممكن يتعرف على امراض الجهاز الهضمي المبكره قبل تفاقمها. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالتواجد مع حضرتك طبعا هنا في فيينا. الامراض الشائعه في الجهاز الهضمي العيان بيتعرف عليها عن طريق الشكوى. يعني العيان اللي بيشتكي مثلا من ارتجاع المريء بيحس بحرقه مثلا في الصدر، بيحس بالتهاب في المعده او الم في المعده، وممكن تقلصات. مريض الكبد ممكن يحس بشويه اعراض بسيطه في الاول بالنسبه لالتهاب الكبد الدهني، او الامراض المزمنه بتبقى الدنيا وصلت لاعراض شديده شويه، منها فقدان الوزن او فقدان الشهيه او حاله من الاعياء الشديد. الامراض بتاعه القولون بتتراوح ما بين الالم والمغص والهبتس في الحمام، ممكن يبقى اسهال او امساك او ما شابه ذلك. ننتقل بالسؤال الاخر. معلش هي حلقه كلها اسئله، بس نتمنى خلال الاسئله ديت ان احنا نوصل معلومه للشعب او للمريض اللي يكون مثلا او قبل حتى ما يوصل له المرض، ان هو ازاي يوقي نفسه من امراض الجهاز الهضمي. سؤال لحضرتك دكتور أسامة عبد الرحيم، ما هي التطورات الأحدث في تقنيات التشخيص لأمراض الكبد مثل الالتهاب الكبدي أو تليف الكبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بالتواجد مع حضرتك. بالنسبة لوسائل التشخيص والتقنيات الحديثة، بقى في طبعا وسائل التشخيص زي الموجات الصوتية والأشعات الفوق البنفسجية، بتسهل التشخيص للعيان مبكرا، تشخص التليف الكبدي وما شابه وحتى اورام الكبد. تمام. ولازم برضو يبقى في توعيه من العيانين نفسهم، يبقى عندهم وعي ان وسائل التشخيص دي من اهم الحاجات اللي هتبدا تخلينا نكتشف الامراض دي مبكرا، وان لازم يبقى في زي فحص دوري للعيانين دول، حتى اذا كان ليهم اقارب ليهم امراض في الكبد يبقى في فحص دوري كل 6 شهور للكبد عن طريق الاشعه فوق البنفسجيه وبالتحاليل الدوريه. فدي هتسهل اكتشاف الامراض زي ما قبل كده برضو حصل في مصر، مسح لفيروس سي ومسح المرضى الكبد اللي طلع طبعا ارقام عاليه جدا. كلها كانت مفاجاه لينا كلنا، الارقام اللي طلعت في المسح لما اتعمل في 2017. دكتور احمد
احمد هرجع تاني ليك واسالك سؤال، ما هي اكثر الطرق فعاليه لعلاج مرضى القولون العصبي، وهل هناك حلول جديده او مبتكره؟ بالنسبه لامراض القولون العصبي، تمام، اول حاجه في الوقايه منها طبيعه الاكل. يعني بعد انتشار الفاست فود والاكل الجاهز، المرضى بداوا يشتكوا من مشاكل كتيره قوي في الجهاز الهضمي، وبقينا نشوفها في عياداتنا بشكل شديد. الهابتس نفسها بتاعت العيان ان هو ياكل ويشبع او ان هو ياكل وينام، تمام، دي برضه الحاجات دي لازم يتجنبها علشان ما يحصلش المشاكل بتاعت الجهاز الهضمي. زي ما الدكتور اسامه قال، الفحص الدوري. يعني العيان لو عنده اي شكوى بسيطه المفروض يعني يلجا للطبيب، لان ممكن تبقى شكوى بسيطه بس يبقى وراها امراض كبيره. يعني حاله الاعياء زي ما انا قلت قبل كده، او العيان كسلان او مش قادر مثلا ان هو يتعايش، مثلا قله التركيز والنسيان والكلام دوت، ممكن يكون وراها مرض زي الفيروسات الكبديه، فيروس بي او فيروس سي. تمام. العيان اللي بيبقى اتغير مثلا طبيعه الحمام بتاعه، يعني كان طبيعي وفجاه بدا يبقى عنده اسهال شديد او امساك شديد او ما شابه، فممكن ده يبقى وراه مشاكل كبيره زي اورام القولون او مشاكل البنكرياس او ما شابه. دكتور سيد مجاهد، ارجع لحضرتك بصفتك دكتور استشاري الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى اليوم الهرم التخصصي. كيف يمكن للناس تقليل مخاطر الاصابه بامراض الكبد مثل تليف الكبد او التهاب الكبد الوظيفي؟ مبدئيا تصنيف الفئات البشرية، بمعنى في أمراض زي الأمراض الفيروسية للكبد بتصيب فئات معينة أكثر من فئة أخرى. زي مثلا لو أنا عندي مريض مصاب بفيروس سي في البيت أو في نطاق الأسرة، أبقى واخد بالي إن الفئة اللي حواليه أكثر عرضة للإصابة بفيروس سي. عندي معلومة إن في مريض مصاب بفيروس سي رايح يعمل فحص طبي معين وفي تدخل جراحي بشكل معين، أنا كمكان أو كمستشفى أبقى عارفة إن الفئة البشرية دي ممكن تكون عرضة لنقل العدوى، ففي مجموعة معينة بتبقى هي مستهدفة، فأنا بصنفهم الأول مين عرضة للفيروسات. في نطاق أسرتي أو في نطاق المجتمع بتاعي، الناس المصابين بالفيروس هم أكثر عرضة لنقل العدوى لمن حولهم، فدايما بدور في من حولهم عندهم ولا ما عندهمش، بالإضافة يا إما بيشتكوا يا إما ما بيشتكوش. زي ما الدكتور أحمد قال كده، ممكن تكون الشكوى بسيطة جدا زي إرهاق أو إجهاد عام، وتتفاجئ حضرتك إن وراه فيروس في الكبد وإصابة فيروسية في الكبد وأنت مش عارف وبقالها سنين. نفس الكلام على مستوى فيروس بي. التارجت جروب أو الفئة المستهدفة زي الزوجة، لو زوج مصاب بندور في الزوجة أو بندور في نطاق أسرته، والعكس صحيح، لو الزوجة مصابة بندور في الزوج. بعض الفيروسات الكبدية زي التهاب الكبد الوبائي اللي هو فيروس ألف، اللي احنا عندنا في مصر بنقول عليه فيروس A أو فيروس ألف، وهو على مستوى العالم كله ده وباء، يعني بيجي في صورة تلوث غذائي في المية أو في الأكل. دايما لما يصاب بيه فرد لمن حوله ناخد بالنا، دي قصة خاصة بالفيروسات. القصة التانية، المجموعة التانية المستهدفة اللي بندور عليها اللي تعرض للكبد الدهني، زي الناس اللي هم عندهم سمنة وعندهم زيادة في محيط الوسط وزيادة في الوزن، دول فئة مستهدفة ان احنا بندور على حاجة اسمها الكبد الدهني الغير كحولي او الكبد الدهني النفل اللي هو بيسموه الغير كحولي، اللي هو المسمى قاعد يتحور كل شوية. دي فئة مستهدفة، يعني بدور على في دول على إصابة الكبد بالدهون، وهكذا. في مجموعات تانية زي اللي بياخدوا أدوية وبيتعاطوا أدوية معينة بتأذي الكبد، دول بدور فيهم في إصابة في الكبد ولا لا، وهكذا. فاحنا بندور على التارجت جروب وبنستهدفهم ونشوف استعدادهم للإصابة بالكبد، سواء فيروسي كعدوى وسواء كتمثيل غذائي ولا علاقة بالتمثيل الغذائي. شكرا لحضرتك. سؤالي النقد سؤالي للدكتور أسامة عبد الرحمن، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير في مستشفى الإنتاج الحربي. سؤالي لحضرتك، ما هو تأثير التغذية غير السليمة على صحة الجهاز الهضمي وما النصائح الغذائية التي تنصح؟ هو التغذية غير سليمة نقصد بيها أكتر هو الفاست فود أكتر حاجة اللي ممكن يبقى مؤدي إلى السمنة. العادات الغذائية ممكن تصاحب تواجد أمراض معينة، تمام، وبالإضافة إلى السمنة وهي أكبر عدو
للتغذيه السليمه. الى جانب برضو بعض الالوان الصناعيه اللي بتبقى موجوده في الاغذيه دي برضو ليها اضرار. تمام. حسب حضرتك كمان سؤال معلش يعني اتمنى ان حضرتك تديني استفاضه فيها. ما هو التحدي الاكبر في التعامل مع مرض الكبد المزمن مثل التليف الكبدي والالتهاب الوبائي الكبد الفيروسي؟ تمام. هو بالنسبه للالتهاب الكبد الوبائي، الوبائي ده التهاب الكبد الوبائي ده بيبقى موجود في فئه معينه اكتر، في سن الاطفال، في سن من 5 سنين لحد 15 او 20 سنه. ده محدود، هو الاصابه بفيروس ايه، بيبقى سيلف ليميتد، يعني العيان ممكن يجيله الفيروس ده وبيعمل وباء في فتره معينه في السنه، في انتشار بين اكتر طلبه المدارس او طلبه الجامعه، بيبقى في زي نشاط ليه في السنه في شهر معين او في شهرين معينين، ده بيخف لوحده. التوعيه اكتر هي بان ما نسمحش بنقل العدوى بتاعته مختلفه عن الفيروسات بي وسي. يبقى ده الوبائي هو فيروس ايه بس كوباء، يعمل وباء يعني انتشار. العدوى بتاعته عن طريق الاكل وعن طريق الحمام. فعلشان يبقى في توعيه ان ممكن الناس عارفه ان في انتقال للعدوى عن طريق الاكل او عن طريق الحمام، ده بنفسه يقلل ان حلقه الانتقال دي تتكسر، يعني ما يبقاش فيه نقل للعدوى، بالذات الوباء ما يبقاش وباء، يعني اعداده تقل وما يبقاش وباء. بالنسبه للتليف الكبدي، طبعا اي عيان عنده مشاكل او عنده مثلا حتى قرايب ليه عندهم مشاكل في الكبد لازم يبقى فيه فحوصات دوريه. حتى العيان اللي عارف ان عنده تليف كبدي لازم يبقى فيه متابعه شهريه، متابعه دوريه بالتحاليل. ممكن نقول انها تبقى كل 3 شهور لو في التحاليل بتاعته فيها لخبطه او في مشاكل في الكبد او حسب درجه التليف. ممكن المتابعه تبقى كل 6 شهور لو درجات التليف بسيطه، بحيث ان دايما يبقى في ميديكال ادفايس موجود للحد من خطوره المرض انه ما يزيدش عنده، وقبل حتى ما نتوقع زيادته يبقى في حلول تقلل من المخاطر بتاعه التليف. هننتقل بسؤال الدكتور احمد شوقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهلال الأحمر. هل هناك ادويه جديده او علاجات قيد التطوير لعلاج مرض الكبد المزمنه؟ هي في الفتره الاخيره الايرا اللي كانت حصلت هو علاج الفيروس سي، ودي كانت على مستوى العالم لما الدواء الجديد نزل، لان احنا كان عندنا فئه كبيره قوي من الناس بيدخلوا في الالتهاب الكبد الفيروسي سي وملوش علاج. كان العيان بياخد المراحل بتاعه الكبد كلها من تليف درجه اولى لما يوصل لتليف درجه رابعه الى الفشل الكبدي، تمام. ومفيش حد بيقدر يعمل له حاجه. لما الدواء الجديد ظهر دلوقتي فبقينا نقدر نعمل كنترول على المرض وبيتم الشفاء منه شفاء تام. العيان بيرجع تاني طبيعي او هو بيقف عند المرحله اللي هو وصل ليها. بس برضه بننصح الناس اللي اتعالجوا من فيروس سي بالادويه الحديثه ان هو لازم يبقى فيه متابعه دوريه، لان اي عيان دخل في نسبه تليف ممكن يحصل تطور في الكبد او يحصل ديجراديشن، يعني الامور تتدهور او يحصل لا قدر الله في نسبه منهم من اللي هي اورام الكبد، فبيتطلب منهم المتابعه. بالنسبه لادويه فيروس بي، الادويه موجوده من فتره طويله، وكل يوم في جديد من الادويه دي اللي بتعمل سبريشن للفيروس او بتخليه كامن، انما لغايه دلوقتي لسه ما عندناش دواء شافي من فيروس بي. الادويه الجديده برضه لسه في ادويه قيد الانتظار لعلاج التهاب الكبد الدهني، في ادويه بتحافظ على الكبد، ده موجوده لغايه دلوقتي. انما الادويه الجديده اللي هي تخلص نهائي من ده او يبقى ليها يعني شفاء بنسبه اكبر دي لسه لم تنشر او لم تاخد، ما خدتش لسه الابروفال من منظمه الصحه والدواء الامريكيه. طيب بالنسبه لمتلازمه القولون العصبي، ازاي بتاثر على جوده المريض وايه هي الطرق الفعاله لادارتها؟ هو كلمه قولون عصبي ساعات برضو الناس بتفسرها غلط، ان انا انسان عصبي او ان انا انسان عندي مشاكل فانا قولوني بيتاثر بالعصبيه والكلام ده. لا، هي الجزئيه دي بتبقى يعني بنسبه بسيطه قوي. القولون العصبي يعني النهايات العصبيه في القولون بتبقى زياده عن الطبيعيه او السنسيشن بتاعها بيبقى زايد، فالعيان بيحس بالاعراض البسيطه كانها اعراض شديده جدا من تقلصات، من مغص، من موشنز، يبقى عنده امساك، يبقى عنده اسهال، يبقى عنده شويه امساك وشويه اسهال. فالحالات اللي زي كده بتبقى محتاجه عادات غذائيه اول حاجه سليمه، ان هو يبعد عن الحاجات اللي ممكن بتزود الغازات او الاكل الغير صحي او الاكل الدهني
او ان هو ما ياكلش ويشبع او ما ياكلش وينام، عشان ما يوصلش للخبطه اللي بتحصل جوه الجهاز الهضمي وينتج عنها المشاكل بتاعت القولون العصبي. دكتور سيد مجاهد، استشاري الجهاز الهضمي واستشاري المناظير مستشفى الهرم التخصصي، بالنسبه لاسباب الشجاعه لارتجاع المريء، ايه هي النصائح التي تعطيها للمريض لتخفيف هذه الاعراض؟ بالنسبة لارتجاع المريء، هو مرض سلوكياتي أساسا في الأول وفي الآخر، يعتمد على النظام الغذائي الخاص بكل مريض واللايف ستايل بتاعه، مش مقتصر بأن هو مرتبط بحاجة معينة أكتر من رقم واحد ده لرقم 10. بمعنى ان لا، انا سلوكياتي في الاكل وعاداتي في الاكل مش متماشيه مع طبيعه جسمي، فالجسم بيرد بالرفض في صوره ان هو بيفرز العصاره بشكل ازيد من الطبيعي. لو انا باكل في مواعيد مش متناسقه مع الهضم، لو باكل كميات مش متناسقه مع الهضم، لو باكل نوعيات مش متناسقه مع الهضم، فالحمض بيزيد جدا. والحمض لما بيزيد بيبدا نحس باعراض الارتجاع في صورة حرقان، وممكن ألم في الصدر، وممكن كحة، وممكن شرقة، وممكن أحيانا تسوس في الأسنان، وممكن التهاب في الجيوب الأنفية، وممكن التهاب في الأذن الداخلية والأذن الوسطى، وممكن يغير نظام ومود اليوم كله لمجرد إن أنا عندي ارتجاع. الأكلات، أشهر أكلات بتزود الحمض الأكلات اللي هي فيها زيوت كتيرة، الأكل السريع، القهوة والكافيين، الاكل اللي فيه صوصز كتيره او مواد صناعيه كتيره، دي الحاجات اللي بتزود الحمض وبتزود احساس الحرقان واحساس الارتجاع. واكل متاخرا بدون الالتزام، ان يكون في فاصل بينه وبين النوم، وما يكونش كميه الاكل اكبر من المعده بتستوعبه. دي التعليمات العامه، بالاضافه لتفاصيل تانية صغيره بتبقى موجوده لكل مريض على حده. يعني حضرتك بتختاري المريض وتشوف اللايف ستايل، ممكن مريض يكون عنده الاسترس هو العنصر الرئيسي، هو اللي مزود عليه الموضوع، طريقه نومه او وضع نومه جسمه خطا بشكل خطا، فانت بتوجهه وتقول له انت نايم بطريقه خاطئه. دي الخطوط العامه اللي خاصه بالارتجاع. طيب بالنسبه للحساسيه الغذائيه مثل حساسيه اللاكتوز او الجلوتين، على بتاثر ازاي على الجهاز الهضمي؟ وفي نفس الوقت ايه افضل الطرق لتشخيص هذا العيب؟ حضرتك ده العهد الجديد في امراض الجهاز الهضمي، اسمه التحسس او حساسيه الطعام. والحساسيه الطعام دي مقسومه لاكتر من شق. يعني ممكن حضرتك ممكن تاكلي بسله بقشر تتعبي جدا، من غير قشر ما تتعبيش. الجهاز الهضمي بتاعك شاف القشره دي كانها بالنسبه له عدو، وبدا يهاجمها. في انواع من الاكل الجهاز الهضمي بيتحسسها جدا زي الالبان، وبالذات السكر الداخلي بتاعها اسمه اللاكتوز، وبيعبر عن غضبه وان هو ما عندوش الانزيم المهضم للماده دي اسمها اللاكتوز، انزيم اسمه اللاكتيز. فبيجي للمريض اللي بيشرب اللبن وهو عنده حساسيه اللاكتوز ده اعراض زي انتفاخ وتقلصات وعدم ارتياح، ممكن تنتهي باسهال، ان هو في الاخر بيبقى عايز يدخل الحمام عشان يفرغ بشكل سريع جدا. وده مشكلته الرئيسيه منتجات الالبان دي اللي فيها نسبه اللاكتوز. علاجه ايه؟ علاجه ان انت تتجنب اللاكتوز ومشتقاته او مصادره. والوقتي في اقراص وفي ادويه فيها اللاكتيز انزيم او انزيم اللاكتيز اللي بيساعد في عمليه الهضم بتاع اللبن ومنتجاته. بالنسبه للقمح ومنتجاته او الجلوتين، ده مرض اسمه السيلياك. حساسيه الجلوتين من أسوأ أنواع الحساسيات وأخطرهم، لأن هو مش مجرد حساسية في صورة انتفاخ وغازات، ده بيحفز الجهاز المناعي إن هو يبدأ يهاجم الجسم نفسه ويعمل عملية ضرر، فبيضر الجهاز الهضمي وممكن يضر أعضاء تانية في الجسم فيهم حاجات كتيرة جدا، والفيتامينز بيوقعها وبيأثر عليها سلبا وبيعمل مشاكل كتيرة جدا. مبقاش مجرد ممكن يأثر الأطفال على النمو ويأثر على الذكاء ويأثر على الاستيعاب، فمبقاش مجرد ان هو مرض بيعمل انتفاخ او تقلصات او غازات. بيكتشفها المريض بنفسه، هو اللي بيجي يقول للدكتور انا لو سمحت انا لما شربت اللبن بدأت يجي لي انتفاخ وتقلصات. دكتور انا لما باكل عيش او كيك او مكرونات بحس بعدم ارتياح وعلى المدى الطويل. دكتور ابني مش بيكبر. دكتور ابني عنده مشكله في نقص فيتامين B12 او عنده نقص الحديد او نقص الفوليك. دول الفئه اللي بندور عليهم في حساسيات الطعام دي، وللاسف جزء كبير جدا منهم بيبقى صامت.
بالاضافه لحاجات تانية حساسيات بيكتشفوها مع الوقت، وكل مريض بيكتشف التحسس بتاعه من نوع اكل معين. دي باختصار حساسيه الطعام عامه يعني. بالنسبه للدكتور احمد شوقي استشاري الجهاز الهضمي ومناظير مستشفى الهلال الحكومي، ممكن حضرتك توضح لي التطعيمات هل لها حد في انتشار مرض الكبد الفيروسي، وهل هناك حملات توعيه كافيه حول هذا الموضوع؟ طبعا التطعيمات كان لها دور كبير قوي في الحد من انتشار الفيروسات، بالذات فيروس الف وفيروس بي. يعني عندنا فيروس سي طبعا ملوش لسه تطعيمات لسه ظهرت حتى الان، انما فيروس بي من الحاجات القويه جدا اللي التطعيمات بتاعته موجوده، ودي حدت كتير قوي من تواجد الحالات بتاعت فيروس بي. فيروس الف بيبقى فيروس متحور شويه، احنا عندنا تطعيمات اجباريه مثلا عندنا في مصر بياخدها الاطفال من سن شهرين 4 شهور 6 شهور سنه ونص، بس دي بتقلل لي الاصابه في الفتره اللي هي بعد التطعيم على الاقل 5 سنين. بعد كده ممكن يحدث اصابه، بس هو يعني ما فيش اهتمام شديد قوي بان احنا ندي تطعيمات دوريه ليه، لان هو زي ما الدكتور سيد قال ان هو مرض سيلف ليميتد، هو بيخف لوحده ما بيقلبش بمرض مزمن وما فيش منه مشاكل والعلاج بتاعه سهل. انما التطعيم الاساسي هو تطعيم فيروس بي، وده موجود دلوقتي بالذات لما نكتشف مثلا مريض بالذات الازواج، لان الفيروس بي من الحاجات اللي بتتنقل عن طريق الدم او بتتنقل عن طريق العلاقه الزوجيه. فمجرد ان احنا نكتشف يعني الفيروس موجود عند الزوجه او الزوج، بيبقى فيه هلع في البيت شويه، لان الزوجه مثلا تقول لك طب انا هتعدي، طب انا هيحصل لي مشكله كبيره، تبقى خايفه وممكن الاسره تتهد بسبب حاجه زي كده. فالتطعيمات كان ليها دور كبير قوي ان احنا ندي الطرف الثاني التطعيم، وبيقدروا يعيشوا حياه زوجيه مستقره بدون اي مشاكل بعد كده. هل يمكن اكتشاف مرض السرطان القولون او الكبد في مرحله مبكره؟ وما هي الفحوصات التي توصي بها؟ طبعا الاكتشاف المبكر طبعا بالذات للاورام ده حاجه مهمه جدا، وزي ما قلنا سابقا يعني في فئه معينه من الناس بنسميهم الهاي ريسك، يعني ناس عندهم تاريخ مرضي في العيله من الاورام، او ناس بيتعرضوا مثلا لالتهابات كبد مثلا لفتره طويله زي التهاب الكبد البي او الكبد السي اللي هو المزمن، فبيؤدي الى التليف، والتليف ده ممكن يقلب باورام. فالمرضى اللي زي دول لازم يبقى فيهم فحص دوري بالتحاليل وبالاشعاعات، وان احنا نقدر نقي الحالات اللي زي دي من امراض سرطان القولون. برضه في فئه كبيره من الناس بتوصل مثلا عندها مشاكل دوريه في القولون، اسهال متكرر شديد، امساك متكرر شديد، الام مستمره في البطن لا تستجيب للعلاج او استجابه بسيطه ويرجع يحصل فيها المشكله تاني، فدول بيحتاج نعمل لهم منظار للقولون، وبيبقى طبعا ده اكتشاف مبكر للمرض. مجرد ما نكتشفه في الوقت البدري بيبقى طبعا ليه حلول كويسه جدا بدون ما نلجا لجراحات كبيره زي استئصال القولون وخلافه. طيب ننتقل للدكتور اسامه عبد الرحيم استشاري الجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير مستشفى الانتاج الحربي. لسه برضك حوارنا عن مرض السرطان، هل هناك تقنيات جديده في علاج سرطان الكبد والقولون؟ وما هي نسبه الشفاء او التحسن عند الاستخدام؟ بالنسبه للاورام، اورام الكبد، هي التقنيات الموجودة حاليا تعتبر هي التقنيات برضو متواجدة بقالها كذا سنة، بقالها سنين، بس في تحديث فيها هي نفسها، يعني اللي هي العلاج سواء بالكيماوي عن طريق الحقن أو التردد الحراري. تمام، هو في تحديث للتقنيات نفسها اللي اوريدي موجودة يعني، لكن ما فيش حاجة حديثة تعتبر موجودة. هو التحديث على اللي اوريدي موجود، سواء الحقن الكيماوي او التردد الحراري او العلاج بالاشعاع، ده في علاج الاورام الكبد. بالنسبه للقولون طبعا في الاكتشاف المبكر للاورام بيدي فرصه اكتر في ان العلاج الجراحي والعلاج الكيماوي يبقى افضل. تمام. برضه ننتقل لسؤال مؤخر لحضرتك، هل زادت فعالية عمليات زراعة الكبد في السنوات الأخيرة؟ وما هي التحديات التي تواجه الأطباء في هذا النوع من العمليات؟ هي طبعا عمليات زراعة الكبد ومراكز زراعة الكبد في مصر عددها متزايد، أكتر من 30 مركز أو أكتر على ما أظن. معظمهم موجودين في القاهرة، بس برضو في المنصورة، وفي في اسيوط، في كذا مركز. تمام. عمليات الزراعه بقت متقدمه جدا وبتتم بنسبه نجاح تصل الى 90%،
لان المعايير اللي ماشيين عليها لزراعه الكبد هي معايير بتضمن السلامه او النجاح للعمليه اكتر من اي حاجه. ففي تقدم طبعا في عمليات الزراعه، وفي نتائج كويسه جدا تصل الى اكثر من 90% كنجاح لعمليه زراعه الكبد في مصر. طيب هل التدخين وشرب الكحوليات بتأثر على الجهاز الهضمي والكبد وتأثيرها بيبقى كام بنسبة كام في المية؟ بص، هو طبعا الكحوليات في امراض للكبد تخص الكحوليات بالاسم، يعني منها ان يحصل تشمع للكبد بالكحوليات ويصل الى تليف، بس ده السبب ده يعني في مصر كسبب ده قليل طبعا، لكن بره مصر ده السبب الاول لتليف الكبد. لكن في مصر مش هو ده سبب، يعني مش منتشر عندنا في مصر الكبد تليف الكبد عن طريق برضو تناول كحوليات مزمنه. دي حاجه. بالنسبه للتدخين هو مؤثر على الجسم كله مش على الكبد بس، يعني مؤثر انه بيقلل وسائل الدفاع بتاعه الجسم ضد الاورام بصفه عامه، الكبد وغير الكبد. يعني هو بيضعف من مناعه الجسم في مقاومه الاورام بصفه عامه، يعني مش في الكبد بس. ليه تاثير برضو على الجهاز الهضمي، ليه تاثير على اورام القولون، وتاثير على المعده. بالنسبة للضغط النفسي والتوتر ايه أثره على صحة الجهاز الهضمي؟ هو الضغط النفسي والتوتر برضو من ضمن الحاجات اللي بيؤثر عليها، غير الاكتئاب طبعا، انه يؤثر على الدوره الدمويه ويؤثر على القلب اكتر. لا، الجهاز الهضمي ليه نصيبه برضو. من مرضى القولون العصبي ممكن يتاثروا اكتر بالتوتر العصبي، مرضى ارتجاع المريء، تمام، دول برضو الحاله النفسيه ليها دور في التعب عندهم، لان بيخلي عندهم زي حساسيه زياده عن غيرهم. يعني ساعة ما يتعصب شكوته ممكن تتضاعف، يعني حتى الشكوى البسيطة للقولون ممكن تتضاعف في حالة وجود التوتر. فالتوتر العصبي يعتبر عامل قائم بذاته، قد يمثل 80% من تعب العيان وقد يمثل 20% من تعب العيان. حتى كل دكتور فينا بيحفظ العيان بتاعه العامل ده بيمثل له قد ايه، عامل التوتر العصبي او الضغط النفسي ده بيمثل قد ايه من تعبه. نقول لحضرتك كان يصل الى 80% وقد يصل الى دوره محدود 20%، بس هو عامل اساسي في بعض الامراض زي القولون العصبي وزي ارتجاع المريء، تمام. ده دوره. طيب بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة هل ساعدت في رصد وتقييم وظائف الكبد وكيف يمكن أن تسهم في تحسين نتائج العلاج؟ هي طبعا دي مجرد انها التقنيه الحديثه سواء بالتحاليل او حتى الفحوصات الحديثه اللي بتطلع دي، يعني بتخلي الضوء بيزيد، الضوء التشخيص والاكتشاف المبكر بيزيد بالنسبه للطبيب وللعيان نفسه. ان تكتشف بدري بالتقنيات الحديثه ان العيان ده يعني عنده اورام، او ممكن احتماليه وجود اورام عنده اعلى من عيان تاني، فتحب ان انت تركز معاه اكتر في الفحوصات عشان تكتشف الورم حتى لو كانت حجمه صغير جدا. يعني تقدر التقنيات الحديثه انها تطلعه، وتقدر انك تكتشفه بدري وتتعامل معاه بدري. كل ما تتعامل معاه بدري تكون النتائج افضل. انتقل بحديثي للدكتور احمد شوقي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهلال الاحمر. كيف تبني علاقتك وثقتك مع المرضى؟ تحس بفضول الثقه؟ ده سؤال مهم جدا. يعني العيان بيبقى داخل العياده خايف من الدكتور، خايف من المرض، خايف من ان يبقى في مشكله كبيره وهو مش هيقدر يتحملها. فبناء الثقه ده شيء مهم جدا، ان اسمع من العيان. يعني دايما المريض يحب الدكتور يسمع له ويسمع شكواه كويس قوي ويفحصها كويس قوي ويديله فرصه ان هو يتكلم ويعرض شكوته مظبوطه. يعني دي من اهم الاشياء اللي بتبني الثقه ما بينه وبين المريض. الجزء الثاني الدكتور يبقى مركز ان هو يعني يشخص المشكله بتاعته ويديله علاج فعلا فعال، يرجع بعد كده يقول ان هو اتحسن وبقى كويس. فده مصدر بناء الثقه في الغالب. سؤالي للدكتور سيد مجاهد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهرم التخصصي، كيف تتعامل مع المرضى الذين يعانون من امراض مزمنه او خطيره؟
بالنسبة للأمراض المزمنة، هي ليها طبيعة خاصة في التعامل شوية. يعني احنا دايما بنبقى زي ما دكتور أحمد قال كده، بنكسب ثقة المريض عشان يبقى هو يكسب ثقتي أنا كمان، إن هو يتلقى العلاج وهو عنده ارتياح نفسي، ويحس إن أنا بتعامل معاه كأنه جزء من أسرتي، مش مجرد إن أنا بخلص الكشف ودوري بينتهي عند كده. بفضل متابعه وعيني عليه وعيني على المضاعفات اللي ممكن تحصل له في فترة سريان الأمراض. بالنسبة للأمراض المزمنة، كلمة مزمنة تعني يعني هي طويلة المدى، يعني مش بتنتهي عند إن هو جاي بأعراض زي الحرارة وأنت اديتي حاجة مقابل الحرارة فالحرارة بتنزل وينتهي المشكلة. ده مرض مستمر مع المريض وممكن يطول معاه لسنين. فدايما بنوصل له الرسالة ونحاول نبسط له الامر بحيث ان هو يبقى مقتنع ان ده تغير طبيعي في جسمه، زي اي واحد في الدنيا ممكن يتغير جسمه بشكل طبيعي، ان هو يجيله مرض الفلاني ممكن يطول معاه شهور وسنين. فلما بيتلقى العلاج على الاساس ده بيتقبل الامر، ونعلمه ونثقفه ونقول له التطورات اللي ممكن تحصل مع المرض ده والعواقب، ولو حصلت ما تقلقش ليها تصرف، ولازم يبقى في فحص دوري كل كام شهر، وكل عاقبة معينة لها تعامل بشكل معين. انتوا بالنسبه لتقييم جوده التدريب الطبي الذي تلقيته الاجيال الجديده من الاطباء، بتقيمه ازاي؟ او نسبه التقييم، هل التدريب الطبي كان جيد ولا ممتاز؟ احنا كاطباء البرودكت او السلعه بتاعتنا الرئيسيه هي المريض، اللي بنتعامل معاه او اللي بنتعامل معاه بشكل مباشر هو المريض. فلو انا متدرب كويس فالتاثير بتاع تدريبي الكويس بيبان على المريض. فانا دايما بيحصل انعكاس لتدريبي على المريض نفسه. لو انا بتعامل بشكل جيد ومتدرب بشكل باثر راجع، متدرب بشكل كويس، بيبان التدريب الجيد على المريض في تعاملي مع المريض وفي تشخيصي للمرض وفي سماعي للشكوى بتاع المريض وثقافتي الطبيه والابديتس اللي هو التعامل الحديث، يعني ان اتطور مع الحديث يوميا. ننتقل بالحديث للدكتور احمد شوقي. كيف كان تاثير جائحه كورونا على مجال عملك، وما هي الدروس المستفيده من جائحه كورونا؟ بالنسبه لجائحه كورونا، هي طبعا يعني كانت جائحه عالميه والناس كلها كانت قلقانه وخايفه منها. اتأثرنا شوية في العيادات بتاعتنا كأطباء جهاز هضمي، إن إحنا كنا زينا زي كل الأطباء اللي في العالم بنشوف حالات كورونا. يعني ما كانش مقتصر شغلنا على الشغل بتاع الجهاز الهضمي والكبد. فالعيان كان الملجأ الوحيد بتاعه الدكتور اللي متواجد وما قفلش عيادته أو موجود في المستشفى أو كده. فكنا متابعين طبعا الجايد لاينز العالمية اللي بتصدر دوريا بتشخيص المرض واكتشافه وإزاي إن إحنا نتعامل معاه. فاشتغلنا شغل زيادة عن شغلنا. استفدنا طبعا من الجائحه دي ان لازم كل الدكاتره يبقوا صف واحد، يعني سواء نفس التخصص اللي فيه المشكله او تخصص مشارك. والتثقيف الطبي للدكتور، طبعا الدكتور يعني من السهل ان هو يقدر يدرس مرض حديث مش ما كانش موجود قبل كده ويستوعبه ويقدر يشوف طرق العلاج بتاعه ويتابع الجايد لاينز العالميه عشان يشارك في علاج الجائحه اللي موجوده وغيرها. طيب، ما هي التحديات التي تعتقد ان المجال الطبي سيواجهها في السنوات القادمه؟ لا، هو مفيش يعني التحديات موجوده من بدري واي صعوبات ان نقدر ان احنا نتغلب عليها ان شاء الله. التكنولوجيا طبعا. بالتكنولوجيا طبعا. طبعا. ننتقل بسؤالي للدكتور أسامة عبد الرحمن. كيف تتعامل مع القضايا الأخلاقية التي تواجهك خلال العمل، مثل اتخاذ القرارات صعبة بشأن حياة المريض؟ هو طبعا التعامل بالاخلاقيات في المهنه دي اساس كل حاجه. يعني دي لازم يبقى عامل حسابها في التعامل مع المريض والتعامل مع حتى اهل المريض اخلاقيا. مش يعني برضو في ممكن مصارحه المريض، احيانا مصارحه اهل المريض بطبيعه المرض وكيفيه التعامل معاه. فدي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، ازاي تتعامل مع المريض اخلاقيا سواء في توعيته لمرضه او توعيه اهله للمرض ده. كيف يتم التنسيق بين الاطباء في مختلف التخصصات لضمان تقديم افضل رعايه للمرضى؟ وهل تعتقد ان هناك اهميه كبيره للتعاون بين مختلف التخصصات الطبيه؟ هو طبعا دي اهم حاجه، الكونكشن بين الاطباء او بين التخصصات المختلفه،
لان ممكن كتير قوي من العيانين بيحتاج اكتر من تخصص. فضروره التنسيق بين الاطباء في الامراض دي واولوياتها وعلاجها ده مهم جدا، انه بيوفر على العيان حاجات كتير. هو التعامل بين او التنسيق بين التخصصات المختلفه، لان ده موجود بشكل اكتر في المستشفيات، ان العيان بيحتاج اكتر من تخصص. فلازم يبقى التنسيق بين الدكاتره ونفسها، مش محتاج ان العيان هو اللي يعمل ده، لازم ده يتعمل من خلال الدكاتره نفسهم. يعني انا لو عندي عيان في الجهاز الهضمي عنده مشكله تخص الجراحه، لازم انا اتواصل مع الجراح لحل مشكله العيان، واي تخصص تاني طبعا. فالتواصل بين الدكاتره ده هيوفر على العيان حاجات كتير، وهيوفر علينا احنا اكتر ان العيان الستي بتاعه في المستشفى يبقى اقل ويخف بسرعه. تمام. فده مهم جدا، دي زي جزء من المنظومه الطبيه، هو التعاون بين الدكاتره وبين التخصصات المختلفه، بالذات لان ده موجود بشكل كبير اكتر في العيانين كبار السن يعني. اتمنى بقى ان سؤال لحضراتكم كل واحد يجاوبني بوجهه نظره. هل تعتقد ان الذكاء الاصطناعي او الروبوتات قد تؤثر على المجال الطبي؟ كل واحد يديني بقى وجهه نظره في الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي من الحاجات المهمه دلوقتي اللي بقت موجوده في كل المجالات. احنا عندنا الذكاء الاصطناعي انتشر قوي في مجال المناظير، ان احنا المناظير بتقوم بتشخيص جزء كبير قوي من المشاكل الصحيه بالنسبه للمريء، بالنسبه للمعده، بالنسبه للقولون، بالنسبه للامعاء. وتطور المناظير في الجزئيه دي وصل بينا ان احنا يقدر المنظار نفسه واحنا شغالين ان هو يشاور على المرض من قبل انا ما اشوفه بعيني، فابدا يعني اكبر الصوره في الجزئيه دي واوصل للجزء اللي فيه المكان، ونوصل لتشخيص دقيق جدا لاورام ممكن تبقى اقل من ملي او 2 ملي. والتقنيات الجديده كمان في العلاج ان احنا نقدر نستأصل الاورام دي عن طريق المناظير بدون تدخل جراحي او استئصال جزء من الامعاء. برضه الحته دي تطورت جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي. لا يمكن استبدال الإنسان بالآلة حتى مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مكمل لدور البشري في التشخيص والعلاج. هل هيأثر؟ هو تأثيره للإيجابي مش للسلبي. مش هيلغي دور الدكتور، ولكن هيساعد الطبيب في تشخيص وعلاج الأمراض بشكل علمي وشكل أدق وبشكل تفصيلي أكثر. إنما لن يستبدل دور الطبيب، لأن العقلية البشرية اللي خلقها ربنا ما زالت هي أقوى وأذكى من الآلة، لأن هي اللي بتخترع الآلة وهي اللي بتكتشف الآلة. فهي دوره هيبقى تكميلي أو عامل مساعد وليس استبدالي. ده رأيي في الذكاء الاصطناعي. ساعدنا كتير جدا زي ما الدكتور أحمد قال في مجالنا، في المناظير، في الإشاعات، في التشخيصات الدقيقة، في سحب العينات، ولكن المنظم والمهيمن عليه إنسان وليس لا يوجد إنسان في المكان. فده رأيي في الذكاء الاصطناعي. هو طبعا دكتور سيد ودكتور احمد استفاضوا في الموضوع ده، بس هو طبعا في النهايه الذكاء الاصطناعي هو جزء من التطور اللي بيشهده العالم في كل المجالات. فكده كده طبعا احنا مستفيدين منه استفاده كامله، والاستفاده كده برضو بتعود على المرضى. بس مين برضو اللي بيقود الذكاء الاصطناعي؟ هو الانسان، من صنع الانسان. سؤال كبير عشان اطمنكم، يعني عارفه ان انتوا تعبتوا من اسئلتي. فسؤالي الاخير لحضراتكم، ما هي ابرز التحديات التي واجهتكم خلال مسيرتكم المهنيه؟ كل واحد بقى يقول لي هو تعب ازاي، ايه الصعوبات اللي قابلها في حياته. من ضمن الصعوبات اللي موجوده هي يعني اكتر ان في مفيش وعي. العيانين ممكن كتيره ما عندهمش وعي اكتر بالامراض دي. لازم بيبقى في توعيه كامله، تمام، عشان ده يساعد المنظومه بشكل كامل انها تتم مظبوط. ده طبعا حصل من مبادرات كتيره اتعملت برئاسه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. توعيه منها مبادرات للتوعيه، مبادرات للتشخيص المبكر، مبادرات للعلاج، تمام. والتوعيه هو اكتر طبعا الناس يبقى عندها وعي صحي، ما تستناش لما تدخل في مشاكل قويه. فدي من الحاجات اللي هي افادت كتير قوي في شغلنا في الفتره الاخيره دي. شكرا لك دكتور احمد. انا اعتقد ان احنا يعني جيلنا
من الجيل المحظوظ جدا ان هو يعني احنا طلعنا لقينا يعني في تطور كبير قوي في المنظومه الصحيه في بلدنا بالذات يعني اساتذتنا الكبار كانوا بيشتغلوا المناظير بجهاز اسمه الفايبر اوبتيك، جهاز زي عدسه الميكروسكوب علشان يقدر يشوف حاجه بتبقى صغيره قد كده. احنا طلعنا لقينا الفيديو سكوب وان احنا نقدر نتدخل ونشتغل بشغل قوي جدا، ووفروا لنا التدريب المستمر على المناظير وعلى ما شابه من اجهزه السونار الحديثه، وكل الحاجات دي بقت متواجده جدا يعني. فيعني احنا زي ما قلت كده جيلنا يعني كان محظوظ جدا ان احنا الصعوبات كانوا اللي قبلينا ذللوها لنا، وقدروا ان هم يدخلوا كل الاجهزه الحديثه عندنا في مصر، وعندنا القوى البشريه الكويسه، فبقى عندنا الدنيا كويسه جدا يعني، يمكن احسن من بره كمان. بالنسبة لحضرتك بتسألينا على الصعوبات في المهنة بشكل شخصي، هقول لحضرتك إن إحنا مهنتنا من المهن الشاقة جدا ذهنيا، وبتبقى محتاجة تركيز عالي، وليها ضريبة كبيرة، زي ضريبة في الصحة، وضريبة في الراحة، وضريبة في العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وضريبة في التركيز، وضريبة في التعاملات اليومية. فدايما احنا بنقول لكل زمايلنا الأصغر مننا: انت لازم تفهم ان انت كطبيب مش هتوصل تبقى في مكانة غير ما بتبذل مجهود، لان المهنة دي محتاجة مجهود كبير عشان توصل للتارجت او الهدف اللي انت عايزه. عايز تبقى طبيب شاطر يبقى هتبذل مجهود، عايز تبقى طبيب ناجح هتبذل مجهود، هتقرأ كتير، هتطلع كتير، هتسافر كتير، جزء من مادياتك هتخصصه للتعلم والتعليم المستمر، جزء من راحتك وراحة ولادك ومعاملاتك الاجتماعية هتخصصها للكتاب، جزء من ذهنك هتخصصه للعلم والحديث في الطب. دي الصعوبات اللي انا بتكلم عنها بمستوى شخصي. يمكن الدكتور احمد قال احنا من فضل الله علينا ان احنا من الجيل الحديث، يمكن احنا كنا نسمع عن فلان سافر، فلان مش عارف. احنا من كرم ربنا علينا احنا جيل صغير، ربنا اصطفانا ان احنا او اختارنا ان احنا نكون من وسط الناس، ان قدرنا ندخل في مع الكبار ونتعلم منهم، وهم بصراحه ذللوا لنا العقبات دي وعرفوا لنا الطريق. في بلدنا مصر احنا عدد كبير جدا من الأطباء الناجحة والعقول الباهرة والنجاحات المستمرة والتفكير الطبي والتفكير العلمي المنطقي جدا. احنا ما عندناش مشكلة طبية قوي قد ما احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله تطلع للأفضل والأفضل والأفضل. شكرا لحضراتكم اللي انتوا اتاحتوا لي فرصة الحوار والحديث معكم. الدكتور أسامة عبد الرحمن، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير مستشفى الإنتاج الحربي. دكتور السيد مجاهد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهرم التخصصي. دكتور أحمد شوقي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير مستشفى الهلال الأحمر. أشكركم ونورتوا فينا وشرفتوا مصر. شكرا لكم أعزائي الكرام، كان معكم هالة المغاوري من فيينا الجميل.